هلو يا مساء الفل، أهلا بيكم في قناة دكتور ساينس والدكتور سمر. تعالوا دلوقتي ناخد أمثلة على أشهر المستشفيات اللي كانت موجودة زمان واللي موجودة دلوقتي ونشوف الفرق ما بينهم. هنتكلم عن مستشفيتين، مستشفى in the past يعني قديما اسمها مستشفى منصوري هوسبيتال، وناو دلوقتي هنتكلم عن مستشفى مجدي يعقوب جلوبال فاونديشن in أسوان، مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، ودي موجودة في أسوان. تعالوا نشوف دي اتعملت امتى ودي اتعملت امتى. منصوري هوسبيتال built in 1248 يعني اتعملت سنة 1248، لكن مؤسسة مجدي يعقوب اتعملت سنة 2009. وكمان في new center is also being built in Cairo، يعني في مركز جديد دلوقتي ليها بيتعمل في القاهرة. طيب ايه قدرة استيعاب المستشفى لعدد المرضى؟ قالك ان المنصوري هوسبيتال دي كانت بتقدر تستوعب لحد 4000 patient، كلمة patient يعني مريض. طيب ومؤسسة دكتور مجدي يعقوب قالك ممكن تستوعب لحد 800 مريض وممكن أقل، وطبعا ده علشان يقدروا يضمنوا خدمة صحية أفضل. طيب تعالوا نشوف كل مستشفى كانت بتحتوي على ايه. مستشفى منصوري كانت بتحتوي على قاعة محاضرات كبيرة جدا، كان فيها مدرسة وكان فيها دار أيتام وكان فيها مسجد للمسلمين وكمان كنيسة للمسيحيين علشان يؤدوا فيها العبادات بتاعتهم. يبقى كان فيها huge lecture hall يعني قاعة محاضرات كبيرة، وكان فيها school مدرسة، وكان فيها orphanage يعني دار أيتام، وكان فيها mosque for Muslims يعني مسجد للمسلمين، وchurch for Christians يعني كنيسة للمسيحيين. وكان فيها الدكاترة بيسجلوا كل ملاحظاتهم في حاجة اسمها الكارت بتاع المريض، والكارت بتاع المريض ده دايما كانوا بيحطوه كده على آخر السرير اللي كان بينام عليه المريض. فكانوا الدكتور record his observations يعني يسجل ملاحظاته on patient's card على كارت المريض to give him treatment عشان يقدر يديه العلاج. مش زي دلوقتي بيقدروا يسجلوا على كمبيوترز، ما كانش طبعا زمان في التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة دلوقتي. طيب أمال مستشفى دكتور مجدي يعقوب فيها إيه؟ أول حاجة مستشفى دكتور مجدي يعقوب كان بتقدم خدمات طبية كتير جدا ومتنوعة. They have organized medical services including، فكان فيها surgery كان فيها قسم جراحة، وكان فيها pediatrics قسم الأطفال، وكان فيها pharmacy صيدلية، وفيها laboratory معمل، physical therapy departments يعني أقسام للعلاج الطبيعي، emergency طوارئ، وكانوا كمان بيعملوا فيها تدريبات للدكتورز والممرضين الموجودين في المستشفى. يبقى it provides training for doctors and nurses، وtraining يعني تدريب. وطبعا المستشفى بتستخدم latest technologies يعني أحدث وسائل التكنولوجية في الفحص والعلاج. وكمان مؤسسة دكتور مجدي يعقوب بتقدم خدمات طبية كتيرة جدا بالمجان. it provides free medical services. زي ما اتكلمنا عن المستشفيات وخدنا بعض الأمثلة عليها، هنتكلم كمان عن بعض الدكاترة اللي كان ليهم دور مهم جدا في الطب حاليا، كان ليهم significant contribution for medicine. هنتكلم عن دكتور مجدي يعقوب وكمان دكتور نجوى عبد المجيد. دكتور مجدي يعقوب درس ايه؟ الاستادي بتاعته كانت عن ايه؟ طبعا كلنا عارفين ان دكتور مجدي يعقوب جراح قلب عالمي، فهو كانت دراسته عن القلب، يبقى study of the heart. اما الدكتور نجوى عبد المجيد، دكتور نجوى كانت بتدرس علم الوراثة وازاي الصفات الوراثية بتتنقل من الآباء للأبناء، يبقى she studied heredity يعني علم الوراثة and how traits are passed from parents to children. زي بالظبط ما خدنا عن الكلام ده في أول chapter معانا. طيب ايه الأواردز اللي أخدها دكتور مجدي يعقوب واللي خدتها دكتور نجوى عبد المجيد؟ awards يعني الجوائز. طبعا هم خدوا جوائز كتير جدا، بس هناخد أشهر جوائز خدوها الدكتور مجدي ودكتور نجوى. دكتور مجدي من أشهر الجوائز اللي خدها، خد جائزة اسمها
جايزة منظمة الصحة العالمية للخدمات الإنسانية. منظمة الصحة العالمية اسمها The World Health Organization، أو ممكن نختصرها في الثلاث حروف WHO. يبقى بنقول أول award أخدها هو The World Health Organization for Humanitarian Service. الجايزة التانية هي اسمها جائزة النيل للعلوم والإنسانية of Nile for Science and Humanity. طيب أما الدكتور نجوى خدت إيه؟ خدت جايزة اسمها طويل شوية، هي جايزة لوريال يونسكو لعام 2002 في العلوم للسيدات في أفريقيا والشرق الأوسط. يبقى هي كانت the 2002 winner of the L'Oreal UNESCO Award for Women in Science for Africa and Middle East. طيب علشان ما نتلخبطش والدنيا ما تدخلش معانا، ولو جانا أسئلة في الامتحان ممكن يجي إزاي؟ ممكن يجي يقول مثلا هو am I، أنا حصلت على جائزة كذا، ويقول لك اسم الجائزة ويقول لك أنا اسمي إيه. خدت the award of WHO أو the World Health Organization for Humanitarian Service. يبقى ده مين؟ طبعا ده دكتور مجدي يعقوب. طيب the award of Nile for Science and Humanity، طبعا نكتب دكتور مجدي يعقوب. طيب have the award of L'Oreal UNESCO for Women in Science for Africa and Middle East in 2000 and سيدات. يبقى دي مين؟ نكتب على طول دكتور نجوى عبد المجيد. نكمل كلامنا عن علم الطب، وتعالوا نتعرف على بعض الأدوات الطبية القديمة والحديثة كمان. والأول تعالوا نعرف يعني إيه أدوات طبية. أدوات طبية يعني medical tools. medical tools يعني important devices used in medicine، يعني أجهزة مهمة بتستخدم في الطب. oldest medical tools يعني أول أو أقدم أدوات طبية. تعالوا نعرف قصتها واكتشفناها منين. طبعا احنا عارفين انه دايما مصر هي بداية الحضارات وأقدم الحضارات، فأول أدوات طبية تم اكتشافها في مقبرة مصرية اسمها مقبرة قار أو Tomb of Qar. يبقى the origin of medical tools أو oldest medical tools were found in Tomb of Qar. طيب ايه الأدوات الطبية دي اللي لقوها في المقبرة؟ لقوا medical saws. medical saw يعني منشار طبي. المنشار ده اللي هو ممكن مثلا يعني يستخدم في الجراحة، يبقى الميديكال saw used in surgery، وكلمة surgery يعني جراحة. كمان لقوا tool which make pills. pills دي اللي هي الحبوب اللي احنا بنبلعها كدواء. لقوا كمان حاجة اسمها forceps. forceps يعني ملقط، تمام. ولقوا حاجة اسمها hooks يعني خطافات. في كمان أداة اسمها drill يعني شنيور. في كمان spoons and knife يعني معالق، ونايفز يعني سكاكين، ودول برضو من ضمن الأدوات الطبية اللي كانت بتستخدم قديما. طيب الأدوات دي كلها لما اكتشفوها، بعد ما اكتشفوها عملوا فيها ايه؟ قالوا ان هم احتفظوا بالأدوات دي في متحف اسمه متحف إمحتب. تمام، إمحتب اللي احنا اتكلمنا عليه في البردية الطبية بتاعته، والمتحف ده موجود في سقارة. يبقى these tools were preserved in إمحتب museum in سقارة. طيب هما الناس اللي بيكتشفوا بقى الآثار والأدوات القديمة والحاجات الآثار القديمة دي كلها اسمهم ايه؟ دول اسمهم علماء الآثار، يعني archaeologists. archaeologists دول هم دول الناس اللي بيدرسوا الماضي بتاع الآثار القديمة من خلال فحص الأماكن اللي كان بيعيش فيها الناس القديمة دي، يفحصوها بحرص جدا جدا. يبقى الاركيولوجيستس دول مين؟ They are people who study the past of artifacts by carefully examining places where people lived in long ago. طيب تعالوا نشوف بقى أمثلة للمودرن ميديكال تولز، للأدوات الطبية الحديثة. لو حضرتك دكتور، أول حاجة طبعا هتكون عندك في العيادة بتاعتك إيه؟ حاجة اسمها السماعة أو ستيثوسكوب. ستيثوسكوب هي السماعة اللي حضرتك بتسمع بيها القلب بتاع المريض والرئتين بتوعه. يبقى used to listen to the heart and lungs. عندك إيه كمان؟ عندك ثيرمومتر أو الترمومتر عشان تقيس بيه درجة حرارة المريض. يبقى الثيرمومتر to measure the body temperature، درجة حرارة الجسم. طيب عندك ايه كمان؟ ممكن تكون عندك حقن وسرنجات، syringe and ampoule. syringe يعني سرنجة، وامبول اللي هي أنبولة الدواء اللي بتتحط في الحقنة. ليه؟ to give shots اللي هي جرعات الحقن نفسها. عندك ايه كمان؟ ممكن يكون عندك جهاز ضغط اللي هو blood
pressure cuff. كلمة pressure يعني ضغط، فده بنقيس ايه؟ بنقيس بيه ضغط الدم. ويعني ايه برضو؟ ضغط الدم ده معناها قوة القلب ان هو يضخ الدم في جسمك. to measure how hard your heart is pumping. ايه كمان؟ ممكن حضرتك تكون محتاج جهاز أشعة إكس. ده بنستخدمه في إيه؟ لما نكون عايزين نشوف العظم بتاع الجسم، يبقى X-ray image used to locate the bones inside your body. آخر حاجة معانا ممكن يكون كمان عندك حاجة اسمها أوتوسكوب. أوتوسكوب يعني منظار الأذن. ده بنعمل بيه إيه؟ بنفحص بيه الودان، فده to look into the ears. ears طبعا اللي هي الودان. وبكده يبقى احنا خلصنا chapter 3 بتاعنا. اشوفكم على خير.